السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى إعدادي، يلا بينا نحل محافظة إسماعيلية. اكتب المصطلح العلمي: عناصر قابلة للطرق والسحب والتشكيل. طبعا الفلزات. أكتبها لك ولا أكتبها لك؟ الفلزات. 2. أكاسيد فلزية يذوب بعضها في الماء مكون قلويات. طبعا هقول له القواعد أو الأكاسيد القاعدية. الاثنين صح. طيب، علل: لا يمكن الغرق في مياه البحر الميت. يعني لو اتجننت في مرة ورحت البحر الميت هناك وحاولت تنتحر هناك في البحر الميت، مش هيحصل لك حاجة ولا هتغرق، لأن البحر الميت كثافته عالية، لأن ملوحته 10 أضعاف ملوحة البحر الأحمر، بس ممكن تغرق في البحر الأحمر عادي. 2. يمكن التمييز بين الأحماض والقلويات باستخدام شريطي دوار شمس. قلنا إن شريط دوار الشمس يحمر ورقة عباد الشمس ويزرق ورقة القلويات، بتزرق ورقة دوار الشمس. أحماض بتحول دوار الشمس الأحمر، القلويات بتحول دوار الشمس إلى الأزرق الأحمر. الأحمر فيهم حرف، الأزرق والقلويات فيهم قاف. 3. العلاقة الغذائية بين تمساح النيل وطائر الزقزاق لا تعد علاقة تبادل منفعة. تاني، علاقة تبادل المنفعة دي الطرفين بيستفادوا، إنما التمساح وطائر الزقزاق الاتنين ما بيستفادوش. طائر الزقزاق هو اللي بيستفاد لأنه بيتغذى على بقايا الأكل اللي بين أسنان التمساح، إنما التمساح ما بيستفادش. ما تقعدش بقى تقول لي طائر الزقزاق بينضف له أسنانه والجو العبيط ده، لأن التمساح لو بقايا الأكل فضلت في أسنانه مش هيجيله تسوس أسنان، فمش هيستفاد حاجة. 4. طاقة حركة القطار أكبر من طاقة حركة السيارة عند تساوي سرعتهما. طبعا هقول له لأن كتلة القطار أكبر من كتلة السيارة، كلما زادت الكتلة تزداد معها طاقة الحركة. علاقة طردية. ده علامة صح أو غلط أمام العبارات. طاقة حركة الجسم الساكن بتساوي 0. مش عايز أتكلم. بيقول لك طاقة حركة الجسم الساكن 0. هو ساكن، أكيد طاقة الحركة ب0. أنت بتفكر ليه؟ 2. يشكل الماء 90% من سطح الأرض. كده طبعا غلط. اذكر وظيفة وأهمية. اصحى معايا بقى عشان هنسرع شوية. يلا. لبن المغنيسيا يستخدم كعلاج مؤقت لعلاج حموضة المعدة. يستخدم كعلاج مؤقت لحموضة المعدة. طبعا بيحتوي على MgOH/2 اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم. 2. سبيكة البرونز، صناعة التماثيل، الميداليات، الحلي، عشان ما بتصديش طبعا وصلبة. 3. الكائنات المحللة في النظام البيئي تعيد العناصر مرة أخرى إلى التربة في صورة عناصر بسيطة. 4. السدود، تولد الكهرباء، بتخزن المية ويخلي في المية طاقة وضع، في طاقة الوضع لما تتحول لطاقة حركة بتدور التوربينات ونطلع منها الكهرباء، نولد منها الكهرباء. اختيارات يلا معايا كده بسرعة. كل مما يلي يعبر عن عنصر الصوديوم ما عدا ايه؟ تعال نشوف. فلز، الصوديوم فلز. له بريق معدني، اكيد ما هو فلز. رديء التوصيل للكهرباء، لا. هنا بقى احنا كده ايه؟ بنتجنن، لان ده فلز والمفروض ان الفلز بيوصل الكهرباء، تقوم مختارها على طول. 2. اذا كان الانيون الداخل في تركيب حمض HClO يسمى هيبو كلورايد، فان هذا الحمض يسمى، طبعا هتقول لي هيبو كلوروز. السؤال ده اتكرر معانا كتير قوي، خد بالك منه. ما النتائج المترتبة على غياب أحد الكائنات الحية المتواجدة في النظام البيئي؟ طبعا غياب أحد الكائنات الحية هيقلل من درجات التقييم بتاعته في النظام. غياب أحد الكائنات الحية طبعا هيأثر على النظام البيئي، لأنه هيخفض أعداد الكائنات اللي موجودة بعده وهيزود أعداد الكائنات الموجودة قبله في السلسلة الغذائية. طيب. 2. قطع جسم متحرك نفس المسافة التي تحركها في نص الزمن بالنسبة للسرعة. أنا عندي جسم بيتحرك، أتحرك نفس المسافة لكن في نص الزمن. طبعا بالنسبة للسرعة هقول له تزداد السرعة، لأن السرعة بتتناسب عكسيا مع الزمن. فلو الزمن قلل النص يبقى السرعة هتزيد
للضعف، صح. يلا 3. ما النتائج المترتبة على تكوين إنزيم بواسطة أحد الجينات؟ طيب عندنا أحد الجينات كون إنزيم، قلنا قبل كده للمرة 3529 إن الإنزيم مسؤول عن تفاعل كيميائي. التفاعل الكيميائي ده حبيب قلبي بيكون بروتين. البروتين ده مسؤول عن إظهار صفة وراثية محددة. 4. وضع زجاجة مياه مملوءة لحفتها يعني على آخرها ومحكمة الغلق في فريزر تلاجة عدة ساعات. طبعا هتنفجر الإزازة لأن عندنا المية لما بتتجمد حجمها بيزيد مما يؤدي إلى الضغط على الزجاجة وانفجارها. أكمل. النباتات الكبيرة تمثل الأصل العضوي لوقود الفحم. سرعة الجسم يقطع مسافة 120 متر في 30 ثانية. طيب أنا عشان أجيب السرعة هقسم المسافة على الزمن، فهقول له 120 على 30 هتطلع 4، يبقى سرعته 4 متر على الثانية. عرف كل من اللافا هي المجمع عند وصولها إلى سطح الأرض. طيب عرف التكاثر عملية حيوية تهدف إلى زيادة أفراد النوع الواحد. 3. النوع هي الوحدة الأساسية في تصنيف الكائنات الحية زي ما كنا شرحنا كده في المراجعة، اللي ما شافهاش هيشوفها أي حد تاني على الشاشة هنطلعها. قلنا نوع ده بيبقى الكائن هو لوحده، نوع ونوع 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 كلهم نفس النوع نفس الكائن بيعملوا حاجة اسمها جماعة حيوية. جماعة وجماعة وجماعة مختلفين هيعملوا حاجة اسمها مجتمع حيوي اللي بعد كده بتكون النظام البيئي. طيب نروح بقى الناحية التانية وبص معايا على الرسمة اللي قدامك دي. فيما يستخدم هذا الجهاز طبعا تحلية مياه البحر زي ما انت شايف قدامك. استبدل أرقام 1 2 3 بأحد الكلمات الآتية. طيب 1 الماء بتاعه طبعا ماء عذب. مستر عرفت منين إنه ماء عذب؟ حبيبي ما عندك رقم 2 ده أصلا ماء مالح. الماء المالح ده بيتبخر بسبب حرارة الشمس وبيتكثف هنا على المنطقة دي كده، يتكثف 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 وينزل هنا كده ماء عذب. طيب التكاثف أكيد هي هتبقى رقم 3. كان حلو أوي بجد. يلا بينا محافظة بورسعيد، أحلى ناس مدينتي طبعا. يلا بينا. صوب ما تحته خط. غاز الأكسجين يزيل لون شريطي ضوء الشمس، طبعا هيبقى غاز الكلور. يتميز ملح كلوريد النيكل باللون طبعا الأخضر. قارن بين النحاس والكبريت من حيث نوع العنصر. النحاس فلز والكبريت لا فلز. قارن بين الحمض والقلوي من حيث تأثيرهم على ورقة دوار الشمس. الحمض يحول ورقتي دوار الشمس إلى اللون الأحمر، القلوي يحول ورقتي دوار الشمس إلى اللون الأزرق. 3. السرعة والطاقة من حيث وحدة القياس. السرعة بنقيسها متر على الثانية، إنما الطاقة بنقيسها بالجول. تعلم اللغة الهندية ولون العيون من حيث نوع الصفة. تعلم يعني صفة مكتسبة بنتعلمها، إنما لون العيون صفة وراثية بنورثها دون تعلم. فتبقى طبعا تعلم اللغة الهندية صفة مكتسبة، لون العيون صفة وراثية. اكتب المصطلح العلمي. مجموعة طاقتي الوضع والحركة هقول له الطاقة الميكانيكية. طاقة الميكانيكية. عملية تخليص ماء البحر من الأملاح الذائبة. تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر. علل. يستخدم لبن المغنيسيا كعلاج مؤقت لمعادلة حموضة المعدة، لأنه يدخل في تركيبه هيدروكسيد المغنيسيوم MgOH باي 2. أكتبها لك على الشاشة وروح بص عليها. MgOH باي 2. علل يستخدم الجرافيت في صناعة العمود الجاف لأنه اللافلز الوحيد الموصل للكهرباء. 3. تقل طاقة حركة سيارة عند ضغط السائق على الفرامل. ليه طاقة الحركة هتقل؟
لأن سرعة السيارة هتقل، وكل ما السرعة بتقل كل ما طاقة الحركة هتقل. 4. يتميز فك الأسد بوجود أنياب حادة، بينما يتميز فك الحصان بوجود قواطع. وطبعا لأن الأسد من الحيوانات اللاحمة التي تتغذى على اللحوم، لذلك بيبقى لها أنياب عشان تمزق اللحم. إنما الحصان من الحيوانات العاشبة التي تتغذى على العشب، فبيكون ليه قواطع عشان يعرف ياكل بها العشب. أكمل. الصيغة الجزيئية لملح نترات الصوديوم. طب يلا بينا. الصوديوم Na، النترات NO3، الصوديوم أحادي، النترات أحادي، خلاص يبقى هو ده الرمز النهائي NaNO3. يفرز المعدة حمض الهيدروكلوريك الذي يساهم في هضم الطعام. ما هي معدة تفرز حمض تعمل بإيه؟ هضم الطعام. طيب بص كده على الشكل واحد، روح بص على الشكل يلا. ما قيمة طاقة الوضع عند الموضع A؟ طاقة الوضع هنا بكام؟ طبعا زيرو أو صفر. ليه؟ لأن النقطة دي اللي هي موضع البداية أو الموضع الأصلي ده بيبقى طاقة الحركة فيه أكبر ما يمكن، وبالتالي طاقة الوضع هتبقى موجودة فيه بصفر. طب بص على الرسمة اللي جنبها يلا. ما نوع العلاقة الغذائية الموجودة في الشكل؟ طبعا علاقة تبادل منفعة. النبات هيستفاد على المواد النيتروجينية اللي هيوفرها له بكتيريا العقد الجذرية، وبالتالي برضو بكتيريا العقد الجذرية هتستفاد من النبات، فهتبقى علاقة تبادل منفعة.